بدأ المغرب العمل على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء عبر الرياح. نشاهد هذا التقرير. على بعد 1000 كيلومتر من الدار البيضاء وعلى بوابة الصحراء الغربية يمكن رؤية عدد من عنفات الهواء الضخمة تتراقص مع الرياح. تم زرع 22 عنفة حتى الآن في موقع فم الواد. كل عنفة تنتج عموماً 10 ملايين كيلووات في الساعة، أي ما تستهلكه 15,000 عائلة. الطاقة التي تولد من هذا الموقع تغذي الشركات فقط كمنجم الفوسفات هذا، وإن تقدمنا قليلاً سنجد موقعاً آخر سيغذي منطقة تماثل كثافة مدينة مراكش. مساحته 17 كيلومتراً وتزرع فيه عنفة هوائية كل يوم. خلال أقل من عام تم زرع 131 عنفة في الصحراء. إنه الموقع الأكبر للعنفات الهوائية في إفريقيا. منظر عجيب يمكن فيه رؤية الشاحنات المحملة بالعنفات على مد النظر. طول كل دفة 50 متراً ويحتاج التركيب إلى أكثر من 700 شخص، عين من بينهم عدد من الخبراء الاسكتلنديين والإيطاليين يعملون على كل التفاصيل الدقيقة. Quand la pale se met un peu de biais comme ça, le vent la pousse beaucoup trop. الرياح في هذا الموقع تهب بسرعة أكبر بكثير من أوروبا، أمر أدى إلى تعديل العنفات. تملك العنفات الهوائية نظام تبريد في داخلها لتبريد الأجهزة الكهربائية ونظام تنقية من الرمال وهو خاص بمنطقة جنوب الصحراء. التحدي بالنسبة للمغرب هو أن يصبح مستقلاً في مجال قطاع الطاقة وأن ينتج كمية كهرباء كافية ليمررها إلى إسبانيا أيضاً. كل بلد في العالم بحاجة إلى الاستقلالية كي يتمكن من التطور بالكيفية التي يريدها وكي يكون مستقلاً في مسألة التكاليف. يملك المغرب الآن 6 مواقع تولد الطاقة بالعنفات الهوائية، وتطمح البلاد إلى أن يصل العدد إلى عشرات المواقع. العنفات في طنجة تعمل منذ 3 أعوام والنتائج واضحة. إنه يمكننا من توفير ما يقارب 200 طن من المحروقات في العام، أي ما يقارب 10% من استهلاك المؤسسة الوطنية للكهرباء من الطاقة الأحفورية. استثمر المغرب أكثر من 3 مليارات يورو في عنفات توليد الطاقة من الرياح، وأصبح الآن مثالاً على استخدام الطاقة المتجددة. المشاهدين الكرام، تذكير بعناوين نشرتنا المغربي.